دايما يسعى الفنان للجمال والحكيم للكمال. الفن هو فيه إخفاء الفن، لأن الله جميل يحب الجمال. من بين كل الفنون يبقى الكلام، والفنان الحقيقي ليس من يلهم بل من يلهم الآخرين. معانا النهاردة فنان شامل اشتغل في مجالات الفن، مسرح، دراما، سينما، إذاعة. اشتغل مع ألمع وكبار النجوم، منهم اياد نصار والفنان احمد العوضي، خالد النبوي، ريهام حجاج، مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الكبار في جميع المجالات المختلفة، من كاركترات المسلسلات والمسرحيات والإعلانات سواء مصري أو سعودي. وبرغم كل هذه الأعمال الفنية اللي تعرض الفترة الأخيرة بتجربة قاسية وعصيبة في حياته جدا، وتم اختفائه من على الساحة تماما، لدرجة ان ظن البعض انه اعتزل الفن، الا انه فاجأنا بدور في المسلسل الذي يربط بين الطقوس السحرية وعالم الجن، وهو مسلسل المداح. فقلنا طبعا لازم نستضيفه ويقول لنا ايه الحكاية. قول لنا ايه الحكاية. قبل ما نبدأ بقى الحكاية، هنرحب بيكم الأول مشاهدينا الكرام، وهنرحب بضيفنا اللي نورنا النهارده الفنان الكبير القدير محمد صلاح. اهلا بيك. اهلا بيك، اتشرفت بحضرتك جدا والله، وانا اللي سعيد بوجودي معاكي، وسعيد بالفكره ان احنا نعمل حلقه النهارده في كافيه. يعني احنا قلنا نعمل بدايه كده لفكره يبقى اللقاء في مكان مختلف، مش لازم يكون في استوديو او في مكان، لا في مكان مفتوح، مكان عام، وفي كافيه. طبعا هي سالتني ايه الكافيه اللي ممكن تختاره، فبصراحه انا في كافيه بحبه جدا اللي انا بقعد فيه دايما، يعني كافيه تياترو في 35 شارع النخيل، متفرع من شارع البطل احمد عبد العزيز. اولا كافيه محترم جدا، شيك جدا، عامل سهرات رمضانيه قويه جدا، وعامل حفلات في رمضان كل يوم خميس. فانا لقيت ان دي فرصه قويه جدا ان احنا نقعد ونستمتع مع بعض بسهره رمضانيه، وفي نفس الوقت كمان ان احنا نعمل لقاء وارجع نفسي بقى ليكوا تاني على الساحه كده، ونبدا نتعرف، يعني نقول بقى ايه اللي عندنا الجديد وايه القديم وكده، وايه المواقف اللي احنا مرينا بيها. احنا عايزين نعرف النهارده وصلت لمشاركه المداح ازاي؟ هل ده ترشيح مباشر ولا علاقات؟ لا هو بصي، لا هو طبعا يعني العمليه مش فكره علاقات، لا هو طبعا ده ترشيح نتيجه اوديشن او مقابله مع الاخراج. هو طبعا كان في يعني زي اعلان عن الناس اللي هي حابه ان هي تقدم او تشارك في المسلسل، فانا خدت تجارب الاداء الخاصه بالمسلسل ده مع مساعد الاخراج المخرج المنفذ الاستاذ احمد يحيى، المسؤول عن اختيار الكاست التمثيل في مسلسل المداح. طبعا المسلسل اخراج استاذ احمد سمير فرج، وبطوله الفنان النجم حماده هلال، اللي انا اتشرفت ان انا اكون يعني اشتغلت معاه بشكل مباشر في المسلسل، وده كان طبعا شرف ليا كبير. وفعلا هو حد محترم وجميل، وحد يعني ودود جدا جوه اللوكيشن، وبصراحه انا كنت مستمتع جدا بالتجربه دي. طب كلمنا عن الدور اللي قدمته وشاركت فيه. احنا شايفين طبعا من خلال احنا متابعينك طبعا اكيد، يعني دقن بقى والصحراء وحاجات. كلمنا عن الدور وعن الشخصية، وكلمنا كمان الهدف ايه او اسم الشخصية دي ايه؟ هو اولا ده شخصيه بدويه. انا كنا طبعا يعني اولا يعني بأشيد باختيار اللوكيشنات اللي تم اختيارها في المسلسل، لان تم اختيار اللوكيشنات بصراحه عامله زي ما يكون واحد بيكتشف مصر من جديد، بيكتشف اماكن ويظهرها للناس ممكن مش اي حد يشوفها، سواء في مرسى علم او في اسوان او في المنيا او في الاقصر او في غيرها من الاماكن، ووادي الريان في الفيوم، اماكن ممكن محدش كان شافها بعينيه قبل كده. المسلسل هنا بيحاول يظهرها من خلال اختيارات المخرج استاذ احمد سمير، اللي كان اجاد وبرع في اختيار اللوكيشنات بشكل متميز جدا يعني. فطبعا كان اللوكيشن اللي احنا كنا بنصور فيه كان في وادي الريان، على بحيره وادي الريان، بس دي محميه طبيعيه، فطبعا ما فيهاش اي مباني ولا انشاءات، هي صحراء من كل الجهات وقدامنا البحيره. فكان لوكيشن فيه طبيعه خلابه وجامده جدا وجميله جدا. طبعا كان الجو برد،
بشكل رهيب الفتره اللي فاتت ديت. بس الحمد لله يعني كان جو المكان نفسه والاصدقاء اللي هو طبعا زي شؤون الممثلين استاذ خالد حسن واستاذ سيد راشد كاستنج دايركتور وغيرهم من الشخصيات اللي موجوده، كانت ناس يعني خلت المكان يكون ادفى بوجودهم ومشاعرهم الحلوه يعني. فانا كنت مستمتع بالتجربه جدا يعني. كلمنا طبعا نبذه عن الدور اللي قدمته. بصي، هو ده كان شخصية، أنا مش عايز أحرق الدور طبعا لأن هو أنا لسه هبدأ في الظهور في الحلقة 26، ده هيكون في نهاية المسلسل. فأنا مش عايز أحرق التجربة يعني أو الكلام، إنما اللي هيحصل فيما بعد إن إحنا دي شخصية بدوية طبعا. ركبت بقى دقن كثيفة زي اللي انتوا ممكن تشوفوها في الصور، دقن ولبس بقى ستايل بدوي تماما، وخيمة بقى وجو يعني صحراوي بدوي تحفة، وغنم بقى، ويعني عايشين في يعني عاملين جو جامد جدا يعني. طبعا كان معايا في المشهد استاذ حماده هلال واستاذه الفنانه منى، وهي كانت هو قايم بشخصيه جاد. وطبعا كان يعني الاداء كان حلو جدا يعني. تعال اتفضل. احنا بقى قاعدين في الكافيه تياترو، وطالبين 2 كوكتيل تياترو. والخدمه هنا طبعا ممتازه جدا يعني زي ما حضراتكم شايفين. تشرفنا بيكم. طب احنا عايزين نعرف، هل الوسط الفني كله مبني على علاقات؟ لا طبعا هي لو العمليه علاقات معلش يعني، هو الممثل في جميع الحالات هو لازم يكون عنده كاريزما وحضور، وليه سمات كتير قوي ما ينفعش تتوجد بمبدأ العلاقات. مبدأ العلاقات لو اتوجد في مجال الفن يبقى المجال الفن عمرك ما هتبدأ تشوف مواهب بتظهر، ولا ناس تقدر تشغل الساحة، ولا ان هم يكون ليهم جمهور يبقى ليهم قابلية او الناس تشوفهم تحبهم يعني. ليه؟ لانها في الحالة دي هتعمد يعني معنى الكلام ان علاقات يعني تعتبر زي وسايط يعني. لا، انا شايف ان العملية مش كده خالص يعني. احنا في النهاية انت بتتكلم عن منتج، في انتاج، في اخراج، في تصوير، في وقت. لو انت الممثل اللي موجود او الناس اللي موجوده مش جديره بانها تقف قدام الكاميرا، محدش هيقدر يتقبلهم، لان الدقيقه بفلوس. اللوكيشن بيبقى فيه ناس اعداد كبيره جدا من جميع التخصصات، فانت ازاي تقدر تقبل ان انت تضحي بوقتك لمجرد انك بتجامل؟ فاكيد ده حاجه مش يعني ممكن تكون بتدخل في حته انت لو انت عندك المهاره بقى والخبره والموهبه موجوده، وبدات تبقى ليك لينك وعلاقات في اكيد ممكن يبدا يحصل نوع من التجاوب معاك في بعض الحاجات، انما في الاصل لازم تكون الموضوع مبني في الاصل على وجود موهبه. طالما اتوجدت الموهبه خلاص نبدا بقى نخش في المراحل الثانيه اللي هي فيما بعد يعني. هل كل الموهوبين خريجين فنون مسرحيه او لازم يبقى خريج فنون مسرحيه؟ لا طبعا مش شرط يعني. هي طبعا فنون مسرحيه طبعا هي مكان بيثقل الموهبه يعني، لان احنا بنقول دايما ان الموهبه ممكن اشخاص يعني مثلا واحد ممكن يطلع رسام، هل لازم يطلع خريج كليات فنون؟ تربيه فنيه، فنون جميله، فنون تطبيقيه. انا شخصيا خريج كليه فنون تطبيقيه، وعلى فكره دفعتي في الكليه الفنان الكبير عمرو سعد، ده دفعتي يعني. احنا موجودين في نفس يعني في نفس التوقيت في الكليه كنا مع بعض. وكان في عندنا الفنان عبد المنعم مدبولي خريج كليه عندنا كليه فنيه، محمد منير كليه فنون تطبيقيه. انا بتكلم كده عن كليه فنون تطبيقيه. فانا لما يكون في عندنا نماذج زي ديت من الفنانين موجودين، وقلنا لا ان احنا هنقتصر الموضوع على خريجي الفنون المسرحيه وبس، انت كده يعني معظم النجوم اللي موجودين على الساحه ممكن يكونوا مش شرط يكونوا خريج فنون مسرحيه، انما فرضوا موهبتهم على الساحه اللي موجوده. فاحنا بنقول ان حاجه زي كليه معهد فنون مسرحيه هو بيثقل الموهبه، انما مش معناها ان احنا بنعدم باقي المواهب اللي موجوده على الساحه. في ناس زي كزبره مثلا السنه اللي فاتت ظهر مع الفنان محمد عادل امام في مسلسل كبرى اللي انا شاركت فيه برضه الحمد لله. طبعا كان ليه حضور طاغي وظهور حلو جدا. لقينا بعد كده بدأ ان هو يتاخد في اكتر من عمل. هو مش خريج فنون مسرحيه، انما موهبته فرضت نفسها وكاريزمته وحضوره وخفه دمه وتألقه. فاحنا بالتالي ده مكان يثقل الموهبه، انما مش معناها ان الاخرين عندهم الموهبه. لا، في ناس عندهم مواهب ممكن تكون الحظ ما حالفهمش ان هم يخشوا، ممكن ما اكتشفش موهبته الا متاخر شويه. لو كان هو مثلا موهوب بدون دراسه، ازاي ما يتواجدش عراقيل توقفه او تخليه يستمر في الطريق ده؟ ازاي يتخطى العراقيل قصدك يعني؟ او يتخطى العراقيل. لا، هي طبعا الاصرار والتحدي. ان ساعات الواحد ممكن يبقى هو عنده الموهبه بس
في 5 6 ماشيين مع ده بعض. في حاله مثلا موهبه بدون دراسه. لا، في جميع الحالات، اه انا بتكلم هنا جميع الحالات. تمام. موهبه، ما هو ممكن واحد يكون دارس بس ما عندوش الاصرار والتحدي. مظبوط. مش معنى ان انت درست معناها ان انت تلاقي فرصتك بمنتهى البساطه. يعني انت الحياه اصلا كلها عباره عن اصرار وتحدي. فانت واحد عنده موهبه، واحد دارس وعنده موهبه، واحد واخد الموضوع مكتسب بشكل اكبر، درس وخد الموضوع مكتسب بشكل اكبر. في جميع الحالات هم بيبقوا كلهم واقفين على خط واحد. انما اللي بيقدر ان هو يكمل وبيقدر ان هو يوصل ويتخطى العراقيل دي، اللي هو بيبقى عنده اصرار وتحدي ورغبه حقيقيه في وصول لهدفه. ده اللي هو المبدأ الاساسي. مش هنقول بقى لا واسطه ولا غيرها، لان حتى لو انت بنتكلم في ان انت بتحاول توجد علاقات فهو نوع من الاجتهاد. لو انت بتحاول تبقى تتعرف على مخرجين او تتعرف على مكاتب الانتاج او توصل فكل ده نوع من انواع الاجتهاد. فهو مبني في الاساس على الاجتهاد. مش بس مجرد ان انا شفتك في الشارع هجيبك لا، واكيد الحظ والنصيب بيكون له عامل، والقدر الرباني ان ربنا ممكن يحطك في الطريق ويوجد لك الناس اللي تساعدك. ده اكيد برضو حاجات كلها مساعدة. انما في النهاية لازم اقول ان اصرارك ورغبتك وتحديك وهدفك هو الاساس في ان انت توصل لهدفك. احنا عايزين نعرف النهارده الفنان محمد صلاح، ايه الاحداث والمشاكل اللي مريت بيها في حياتك؟ احداث؟ لا، وانت عشان طبعا انا يمكن الفتره اللي فاتت ديت حصل عندي حدث قوي جدا. يعني يمكن من اصعب المواقف اللي مريت بيها في حياتي. يعني موقف ان حصل عندي حريق في شقتي الشخصيه، والحريق ده كنت انا لوحدي فيه ساعتها في الشقه. الحمد لله طبعا انا كنت لوحدي، لان يعني كان ممكن تبقى العواقب وخيمه لو كان في ناس حواليا تانية. بس انا ساعتها طبعا حاولت ان انا يعني فوجئت ان مره واحده ان في صوت في الاوضه كده. دخلت لقيت في نور في الاوضه وفي نار ماسكه في حاجات كتير، كان زي ماس كهربائي. عمل لي طبعا ربكه، وعمل لي بدات اروح اجري بسرعه اجيب ميه، اجري بسرعه اجيب مش عارف ايه اعمل ايه. دخلت طبعا حصلت لي اصابات كتير نتيجه السرعه واللهوجه في انك تحاول تسيطر على الموقف. جانب كمان كان الدخان كثيف جدا. ويعني انا بحمد ربنا لان طبعا انا كنت معرض جدا في الموضوع دوت ان ممكن تحصل لا قدر الله اي حاجه، سواء نار تمسك في الواحد او دخان ممكن يخلي الواحد يحصل له اغماء، او الخبطات والوقعات اللي انا وقعتها، لان كان في منهم وقع على دماغي كان ممكن تحصل منها اغماء. كان يعني موقف مش حلو تماما. ربنا يعافينا جميعا يعني من المرور بتجربه زي دي. انما فعلا ومنظر النار نفسه صعب جدا وهو بيزيد قدامك، ومهما انت تحاول تلاقي النار بتتنقل من مكان لمكان بسرعه رهيبه. لا، كان موقف صعب جدا وطبعا اثر يعني الحمد لله طبعا بغض النظر عن فكره ان الحمد لله ما فيش خسائر في الارواح يعني. انما طبعا كان في خسائر اثر نفسيا جدا وخسائر بقى تانية بقى في المكان يعني. بس الحمد لله يعني تمام يعني. الحمد لله ان هي عدت على خير. الحمد لله. بصي، هو يعني برضو ربنا بحس ان هو بيكافئ يعني زي يعني بيدينا الباور بعديها، وتلاقي ربنا بيدي لك حاجات كده يطبطب عليك بيها. يعني ان انت ايه، زي ما يكون ان انت زي ما انت ما اديت لك المشكله الصعبه او الحدث الصعب، فانا بدي لك الحاجات اللي تخفف عنك وتهون عليك يعني. فعلى فكره مسلسل مداح من الحاجات اللي هونت عليا كتير. والحمد لله على فكره انا شاركت في اكتر من عمل هنتكلم عنهم بقى. اتكلمنا بقى عن الاعمال اللي شاركت فيها. امتى فات ولا اللي جاي؟ لا، اللي فات بقى واللي جاي والاعمال الفنيه بقى اللي انت قمت بيها كلها. طيب انا هقول عن نفسي الاول. انا اسمي محمد صلاح جاد. انا يعني مهندس. اولا انا خريج كليه فنون تطبيقيه، مهندس وماسك منصب نائب مدير عام مطابع في اخبار اليوم. ده الوظيفه الرئيسيه. اشتغلت فتره في مجال التنميه البشريه، وكانت دي من الحاجات اللي عملت عندي دوافع ذاتيه قويه جدا على ان انا ابدا اسعى لتحقيق اهدافي. وكنت قبلها مش محدد اهدافي، انما بعدها حددت اهدافي. كان هدفي الاول هو ان انا اكون ممثل قوي، وده اللي انا بدات اشتغل عليه. يمكن وصلت له متاخر شويه، بس اوكي يعني ان تصل متاخرا خير من انك ما تصلش اصلا يعني، او انك ما تروحش. فالحمد لله انا قدرت ان انا اوصل لان انا يعني والحمد لله بقى بدات الاقي ان ربنا بدا يقف جنبي في حاجات كتير، ان انا ابدا اخد الطرق. صحيح اتوجدت قدامي عراقيل شويه، وان الطرق كلها زي ما يكون مبهمه بالنسبه لي، مش عارف انهي طريق فيهم اللي يقدر يوصلك. مين وقف معاك بقى وساعدك وشجعك طبعا هو في بعض يعني هو ممكن. اكتشفت موهبتك دي امتى؟ سن كام؟ لا، على كبر. لا يعني مثلا نقول انا بادئ تقريبا مجال التمثيل من حوالي 4 سنين بالظبط. تمام.
يعني ممكن اقول اخدت لي سنه كده في الاول شغل هواه، مسرح هواه في وسط البلد. بدات اجس النبض الاول، اشوف هل انا عندي الموهبه